بالنسبة لطاجين الجبن التقليدي جدا ديما بالدجاج، بس في اللي يدير فيه بالمفروم، في اللي يحط له في خضرة، في اللي يزيد له في كوسة بازيلا. أنا نحب نديرها بالدجاج، نحس فيه يطلع أطعم. حتى بالمفروم حلو، بس وصلتنا اليوم حتكون بالدجاج. طبعا كل واحد يديره شكل، يعني هو الأساسي فيه ديما إنه هو بالبطاطا، يعني بطاطا ولحم أو دجاج. بس حبيت اليوم أنا نغير فيه شوية، حنضيف له شوية باذنجان، والمكونات الثانية اللي هي معروفة، لازم البصل فيه والمعدنوس وشوية جبنة والبهارات اللي تحبوهن. حنحتاجوا بصلة مقطعة طبعا، حنشوحوها هي والدجاج الأول. يعني البصل لازم يذبل والدجاج لازم يتبل، يعني مع البهارات ويطيب هيك زي الشاورما. وبعدين نقلوا البطاطا والباذنجان ونشوف كيف يندار. حنبهر الدجاج متاعي من توا، حنحطوا شوية الملح، وحنحط حرارات، نحط بزار لأن البزار يعطي لون أصفر حتى للطاجين، يقعد لونه هيك حلو فيه الصفار. وحنحط طبعا فلفل أكحل لازم، واي بهارات دجاج موجوده عندك. انا عندي بهارات دجاج جاهزه مخلطه، يعني عندي خلطه بهارات دجاج نحب نستخدمها. ممكن تحطي زعتر، ممكن تحطي شويه كزبر لو تحبي يابس، بس انا هذه الخلطه نحب نديرها هيك. خلاص توا حنسخن الزيت متاعي الطاوه. طبعا نحط الدجاج على النار، حنخليه يتحمر، حنضيف له حتى البصل ونخليه مع بعضه لعند ما يطيب. حناخد تقريبا نص الباذنجانه، مش حنكتر واجد، هو الاكتر ديما يكون بطاطا، يعني هو اساسه بطاطا ولحم. فانا بس حبيت نزيد له شويه خضره الباذنجان، يعني طعم حلو. فحنكتفي تقريبا بالقدر هذا. وحنقشر توا البطاطا متاعي حسب كبر العيله متاعك. تقريبا انا حندير من 4 إلى 5 بطاطات تقريبا، حنقشروهم نديروهم مكعبات. جهزنا البطاطا والباذنجان، تو حنقلوا، بنقلوهمش مع بعض، البطاطا قبل وبعدها الباذنجان. نحطوا هنا خلطة الدجاج وبعدين الباذنجان. طبعا الاصلي قلت لكم هو بالبطاطا بس. حناخدوا توا دحي تقريبا المقدار هذا ياخد من 5 إلى 6، يعني انا حنحط توا 5 وبعدين نشوف. مش حنحطوا لا خبزة مرحية ولا دقيق ولا اي حاجة، هي طاجين جبن او العجة، الناس تسميه العجة، في الشرق في طراب يسموا فيه طاجين جبن. الدحي هو اللي يمسك، هو العنصر اللي يخليها كلها تتماسك. فلازم تكون طبعا الخلطة متاعنا باردة عشان الدحي ما يطيبش يعني من الحرارة متاع الدجاج. حنزيد دحية سادسة لأن نحس فيه مازال متماسك شوية، يتحمل دحية أخرى، فيما 6 دحيات كويسات المقدار هذا يعني. توا نوقف الخلط هيك كفاية. طبعا التقليدي طاجين جبن تقليدي هو يندار في طاجين مربع او طاجين بايركس ولا، بس ممكن نحطوه في طواجين الكب كيكس او نحطوه في الطواجين اللي هنا دايرات بالفورمه هيك، يعني ممكن تغيروا فيه. لو حابين تقدموه في بوفيه وشكله هيك غريب او العيال ياخذوه معاهم المدارس، ممكن تديروه بالطريقه هذه. طبعا ما ننسوش رشه فلفل اكحل في الاخير، وحنضيف شويه ملح. البهارات طبعا حناخدوها من طعمة الدجاج.
انا عندي هنا طاجين انا مغلفته بورق الزبده، بس ممكن تدهني عادي بالزيت وتحطي له شويه خبزه مرحيه من تحت زي الكيكه يعني. زي ما احنا شايفين القوام بتاع الدجاج، قصدي القوام بتاع الطاجين مليان بالدحي، وهو هذا المطلوب لأنه هو العنصر اللي يخلي كل الحاجات يتماسكن مع بعضها. هو الصمغ بتاعنا اللي هو ايش؟ الدحي بس او البيض. طبعا نحطوه في الفرن درجة حرارة 180 ونخلوه زي الكيكة يعني لحد ما ينشف ويتماسك، وبعدها يبرد شوية ونقصوه مربعات ونوريكم الشكل النهائي. طاجين الجبان بتاعنا خدها تقريبا ربع ساعة في الكوشن إلى 20 دقيقة زي ما انتم شايفين كنت ماسك. قصوه مربعات، الأحسن طبعا يبرد شوية عشان يطلع لكم متماسك فعلا يعني. تو شوية صعب لأنه شوية مازال ساخن زي ما انتم شايفين هيك. هيك طاجين الجبان بتاعنا جاهز. ومتماسك من غير اي دقيق او اي خبزه مرحيه، وهيك طلع لنا متماسك. ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتجربوه، واستنوني في حلقه قادمه.